من الظواهر الكونية الغريبة التي استفاقت عليها موسكو اليوم فاجعة تساقط وابل من النيازك فوق منطقة الأورال وسط روسيا. حاصلة هذه الظاهرة طبيعية مئات الجرحى منهم من هم في حالة خطيرة وفقا لوزارة الداخلية الروسية. شهدت روسيا حدثا كونيا نادرا حيث تعرضت مناطقها الجنوبية لسقوط وابل من النيازك مما أدى إلى سقوط 400 جريح على الأقل وتضرر عشرات المباني وفق تقديرات أولية. وحثت السلطات الروسية سكان المناطق المتضررة على التزام منازلهم فيما أعلنت قوات الدفاع المدني حالة التأهب القصوى في صفوفها. وبثت وسائل الإعلام الروسية صورا تظهر سطوع ضوء قوي أعقبه ظهور جسم مشتعل يسقط من السماء بمدينة تشيليابينسك قبل أن يرتطم بالأرض مسببا صوت انفجار قوي. وحسب المختصين في علوم الفلك فإن هذه الظاهرة الفلكية تحدث نتيجة تجمع نيازك على شكل سيل يضيء سماء الليل، ويتكون الوابل الشهبي عندما تقترب غيمة الغبار الفضائي من الكرة الأرضية مما يتسبب في انفصال الجزئيات الصغيرة للغاية عن جسم الغيمة. ويأتي هذا الحادث فيما يترقب سكان العالم مرور كوكب ضخم بالقرب من الأرض على مسافة تصل إلى حوالي 17,000 كيلومترا مما يثير مخاوف ارتطامه بالأرض. ولمحاولة فهم هذه الظاهرة الطبيعية نستضيف في الاستوديو المؤطر العلمي المختص في علم الفلك السيد هشام بن يحيى. هشام أهلا بك. إذن ما هو التفسير العلمي لهذه الظاهرة؟ هي الظاهرة هذه هو اليوم كما قالوا في التقرير انه فما يعني حجارة هبطت، مش نفسروا يعني حجارة هبطت على منطقة الأورال في روسيا. الحجارة هذه هي نسميها شهب أو أمطار من الشهب. كل فترة من فترات السنة تمر الأرض بأمطار من الشهب، أهمها اللي ما يسمى يعني في الفترة هذه اللي هي الليونيت يعني الأسديات، وهي الفترة اللي تشهدها يعني أمطار شهر فيفري. يعني نجم نشوفوا كعبارة على أمطار، يعني نجم نوصلوا حتى أكثر من 60 شهب في الثانية. شهر فيفري الأسديات هذه هي تمتد من شهر فيفري إلى نهاية الشهر هذا، إلى نهاية بداية شهر مارس. الأسديات هذه توصل يعني توصل الفريكونس نتاعها يعني الحدة نتاعها إلى 5 شهب في الثانية، يعني أسديات يعني عدد كبير. ونرجح أنه الحجارة اللي سقطت على منطقة روسيا هي من الأسديات. هي شنو أصل الشهب كما قالت الأخت في التقرير، أنه فما يعني هي بقايا ما يسمى بقايا المذنبات. تعرف المذنبات هي عندما تقترب من الأرض هي عبارة على غازات وغبار. لما نقول غبار كوني يعني حجارة ضخمة تتركها وراءها المذنبات، ولما تمر الارض في محيط الغبار هذا تنجم تجبدها بالجاذبيه نتاعها وتدخل الغلاف الجوي، وهكذا نشوفوا ما يسمى بالشهب ليزيتوال فيلونت. الشهب هذه هي تنجم تدخل للارض، ونشوفوا كل ومضة الضوئية هذيك اللي تراوها نقولوا نحن النجمة طاحت، ولكن هي في الحقيقة ماهيش نجمة، هي حجارة طاحت. وكما شاهدتوا بالنسبة للحجارة هذه اللي هبطت في منطقة الأورال في روسيا، انه هي حجاره ضخمه. هذاك علاش يعني تمكنت يعني عموما الحجاره هذه ما توصلش للارض، ولكن نظرا للضخامه نتاعها وكبرها احدث اصابات ويعني وتكسرت يعني انفجرت في الفضاء، وذاك علاش هي احدثت كثير من يعني الاصابات في المنطقه هذه. بما ان نتحدث عن هذا الموضوع، هناك نيزك سيقترب من الارض مساء اليوم، هل سيكون بهذه الحد ام؟ هو زوز حوادث يعني هو غريب، يعني انه يعني نحن ننتظر النيزك كذا يجينا شهب من السماء اخرين في منطقه روسيا. النيزك كذا نحن نستناو فيه اليوم مش يقترب من الارض الى مسافه قياسيه تصل الى 27,000 كيلومتر و700. يعني العارفين بامور الاتصالات يعرفوا اللي ساتيليت ارتيفيسيال الاقمار الاصطناعيه نحطوهم على ارتفاع 36,000، يعني مش يقترب اكثر من لي ساتيليت ارتيفيسيال. ولكن يعني نحب نطمن اللي
النيزك كذا اللي يسمى 2012 DA 14، أي النيزك رقم 14 اللي اكتشف في 2012. والنيزك كذا هو مش يقترب من الأرض، ونحن في أي منطقة يعني من الأرض؟ هو مش يوصل للأرض جملة، مش يمر مرور الكرام على الأرض وبعيد على الأرض، يعني المسار نتاعو ماهوش مش يتقاطع مع مسار الأرض، مش يشوف، يعني لا يمكن رؤيته بالعين المجردة. هو الرؤية نتاعو بالنسبة للرؤية نتاعو مش نحاول نشوفوه، نجمو نراوه بجمال أو بالآلات الفلكية المتطورة، والعين المجردة صعب رؤية به. النيزك كذا اليوم مش نستناوه انه مش يقترب بمسافة قياسية. اليوم نحن بتوقيت تونس مع 8:05، وإن شاء الله يعني اليوم في الليل باش نعملوا كهواة علم فلك، باش نعملوا سهرة رصد وتصوير الظاهرة هذه، وكذلك غدوة في مدينة العلوم عندنا سهرة فلكية زادة في الليل. إذن شكرا لك سيد هشام بن يحيى على هذه التوضيحات والإضافات.